اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده هنشتغل كفتة الحاتي، مش هنحتاج نجيبها تاني من بره. هشتغل على كيلو لحمة، ده عندي نصين، نص ونص. بصلاية كبيرة مفرومة بالمية بتاعتها، ومعاها معلقة بقدونس. يعني انا بشيل البقدونس في الفريزر، فطلعت مقدار معلقة، يعني حبة صغيرة، ربطة صغيرة لو انت بتجيبيها طازة. التوابل بتاعتها: ملح، فلفل اسود، بهارات، السبع بهارات عندك ماشي، بهارات هندي ماشي، عندك الاتنين على بعض حطيهم. السنه صغننه دي قرفه. اقولها تاني: ملح، فلفل اسود، بهارات، قرفه. تمام. عندي بقى اللي هيخليها جوسي معايا، واللي هيخليها تحفظ السوائل بتاعتها جواها علشان تبقى طريه، لان في ناس كتير بتشتكي ان الكفته بتنشف. هحط هنا معلقه ونص تقريبا دقيق، معلقه نشا، شويه دول بيكنج باودر، يعني تقريبا نص معلقه. هنا يا حبايبي عجنتها بايدي، بس زي ما انتوا شايفين هي محتاجه لسه عجنه تانية علشان تبقى انعم شويه. فهحطها في الكبه واطحنها كويس. هبتدي اطحنها في الكبه لغايه ما كلها تتكتل عندي هنا كده. يبقى هي كده خلاص، هي كده اتفرمت كويس جدا. تمام. نركز في النقطه دي لان بتفرق، وطبعا اللون فارق عن ده من ده. يعني شايفين بعد ما اتطحنت الانسجه هي ابتدت تتفتح، الدنيا حلوه جدا جدا. بصوا حبايبي، حابه اوضح لكم الفرق بين اللي مطحونه اهي في الكبه وبين اللي لسه احنا طحنها بايدنا بس. شايفين هي هنا متداخله كلها مع بعض ازاي، وتبقى سهله عليكي برضو لما تيجي تحطيها على السيخ تثبت اكتر وجميله. تمام. ادي اهي اللي احنا ايه ما حطيناهاش في الكبه، شايفين الفرق اهو. ده شكلها النهائي يا حبايبي بعد ما اتعجنت. وبالطريقه دي يعني لو مشينا مع بعض خطوه بخطوه هتطلع معاكي جوسي ورائعه جدا ومحتفظه بالسوائل بتاعتها وكل حاجه. هنسيبها تستريح شويه في التلاجة وبعد كده نشكلها. هنا جبت صينيه عندي ادهنتها لمسه بس بسيطه خالص كده سمنه بلدي، حاجه خفيفه خالص. وهو اللي انا هعمل بيه سيخ الشيش طاووق اهو، هو ده اللي انا هصب عليه. تمام. بعد ما ارتاحت هنا عندي في التلاجة، خلاص انا هبتدي اشكلها اهو. وبعد برضو ما تكوني ظبطتي الحياء بتاعها على حسب ما انتوا عايزين، ممكن ابل ايدي كده بالميه واعمل كده، تبقى اسهل يعني. وابتدي ارص كده واحده تاني. ممكن الصباع طبعا اكبر اصغر زي ما انت عايزه، بس هي العجينه يعني هي اهي. اهو المره دي كمان من غير ميه اهو. اهو اخلص بقى ارص وارجع لكم تاني. ادي شكلها حبايبي بعد ما اتصبعت خلاص كده اهي. انا عاملاها هنا في صينيه وهحطها تحت شوايه البوتاجاز. ممكن تعمليها على جريل من فوق بنقطتين زيت وبتشوحيها زي البرجر، زي ما عملنا البرجر مع بعض قبل كده. تمام. وممكن على سيخ على فحم عادي، بتتشوي عادي بنفس الطريقة برضو وما بتفكش على فكرة. فهي حلوة جدا. وده الباقي مني بشيله في الفريزر لأي وقت بقى أطلعه عادي جدا. على فكرة الوصفة دي مش هتلاقوها غير عندي، لأن أنا معتمداها من كتير قوي وبعملها على طول بالطريقة دي. والطريقة دي أحلى طريقة انتوا ممكن تعملوها للكفتة. قبل بقى ما ادخل الكفتة الفرن تحت الشواية، بدهنها دهنة بسيطة خالص كده اهو زي ما احنا شايفين كده، سمنة بلدي او سمنة، اي سمنة انت بتستعمليها، مش شرط تكون سمنة بلدي، علشان يبقى من تحت ومن فوق فهي تتحمر وتاخد اللون الحلو ده. بعد ما دهنتها ده لونها، وهي بتديها لمعة على فكرة في السوا كمان. هحطها بقى تحت الشواية، شواية متوسطة، واسويها بقى فيها على بال بقى ما الكفتة تستوي. هي في الفرن دلوقتي. نعمل مع بعض بقى سلطة الطحينة. ما هي الأكلة ليها لزوم وعايزين نحس ان احنا بناكل بره، فنعمل بقى سلطة الطحينة. هنا عندي شوية طحينة. تمام. بحط لهم ملح وكمون شوية صغيرين زي كده، توم بودرة سنة صغيرة، ليمونة اهي، وشوية خل، ومية باردة من الحنفية. انا ما بحبش احط مية سخنة ولا مغلية ولا الكلام ده، بحسها مسلوقة كده وطعمها متغير، فانا متعودة عليها بالمية الباردة. برضو جربيها وشوفي يعني هتعجبك ولا لا، بس انا معتمدة برضو الطريقة دي.
بس نخلي بالنا ما نزودش التوم البودره، هو اللي انتوا شايفينه على الوش ده شويه التوم البودره بس، يعني ما بزودش فيها قوي. وحبه الخل والليمون وكله حطينا كل الاضافات اللي احنا قلنا عليها. وهبتدي بقى احط ميه بارده على حسب ما انا عايزه، يعني هبتدي احط كده واحده واحده لغايه ما تديني السمك اللي انا عايزاه. وادي حبايبي القوام اللي انا بحبه لسلطه الطحينه اهو اهي. ولو حطيتيها في التلاجة وتخنت منك عادي ممكن تزودي ميه وتخففيها وتاخد السمك اللي انت عايزاه عادي. بس كده خلصنا سلطه الطحينه، نستنى بقى الكفته. ايه رايكم بقى حبايبي في القمر ده؟ مفيش لا كشت ولا نزلت ميتها ولا اي حاجه. بس انا بعمل ايه بقى، هي احمرت من الناحيه دي خلاص نقلبها بقى الناحيه التانية عشان تحمر. بصوا بقى ده اللون اللي انا بقول لكم السمنه بتديه، اللون الذهبي ده. تمام، هقلبها كده الناحيه التانية عشان برضو تاخد لون الناحيه التانية. بس بصوا اهي، مفيش واحده فيهم كشت، بتفضل على نفس المقاس بتاعها ما بتكشش، وطريه جدا. يعني انا ماسكاها كده اهو بقول يا رب ما تتقطعش مني انها طريه. تمام، هقلب كله كده وهحطه تاني تحت الشوايه. ده شكلها النهائي حبايبي بعد ما طلعت من الفرن اهو، واستوت كده من الناحيتين. وعلى فكره اللي مش هيجرب الوصفه دي فايته كتير جدا، حلوه قوي قوي، والتوابل بتاعتها ريحتها طالعه ورائعه بجد يعني. هنا انا حطيتها في حله اهي، وهعمل لها طشه فحم اهي كده، هقفل عليها. اللي مش عايز بقى يعمل التركايه دي ما يعملهاش عادي، هي اساسا ريحتها تحفه من غير حاجه. ده شكل الكفته النهائي اهو. عايزه اوريكم بس انها جوسي قوي اهي اهي. بصوا السوائل كلها فيها اهي، يا رب تكون واضحه وباينه اهي. تحفه يا جماعه تحفه، وريحتها جميله جدا اهي. والطحينه جنبها، ممكن طبعا جنبها حاجات تانية، مكرونه بشاميل، مكرونه بالطماطم، هتنفعك كمان في اعياد الميلاد وفي الحفلات، سندوتشات هتبقى رائعه وجميله. يا ريت تجربوها وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد.